السلام عليكم، نتمنىكم بخير. القصة ديال اليوم كتجمع مجموعة ديال الشرور اللي كاينة في الإنسان: الخيانة، الغدر، الحسد، وهادشي كامل كان تمن ديال الثقة العمياء. كتكون جالسة ما بك ما عليك حتى كيدقوا عليك البوليس وكيقولوا لك خاصك تمشي معانا، وهنا كتقلب الحياة ديالك رأسا على عقب وكتلقى راسك في السجن بسبب خطأ قاتل عملتيه لأنك تقتي في ناس ما كانوش كيستاهلوا الثقة ديالك. الشي اللي وقع لهاد السيدة ممكن يوقع لأي واحد. بقاو معايا باش تعرفوا القصة. فردوس وأمينة جوج صحابات ما كانوش كيتفارقوا ملي كانوا صغار، وتقريبا قراو مع بعضهم في نفس المدرسة ملي كانوا في الابتدائي، ومن بعد خرجوا بجوج يكملوا قرايتهم على برا. وخا كانت شخصياتهم مختلفة وهذا الاختلاف زاد ملي خرجوا على برا، ولكن صداقتهم بقات كما هي. فردوس تأثرت بالحياة الغربية وكانت متحررة في الأفكار ديالها، ولكن أمينة بقات ديك البنت الرزينة الهادئة والدرويشة، نية وقلبها أبيض. ورغم هذا الاختلاف بقاو عزازين على بعضهم. ملي رجعوا للمغرب من بعد ما سالوا الدراسة ديالهم على برا، وخا خدموا في مدينة واحدة ولكن ما خدموش في نفس الشركة، كل واحدة خدمت في جهة، ولكن مع ذلك بقاو كيتلاقاو كل نهار من بعد الخدمة، كيبقاو يتمشاو كيهضروا أو كيمشيو يجلسوا في شي بلاصة. وأي حاجة كانوا كيعملوها بجوج، كيسافروا بجوج، كيعملوا الشوبين بجوج. المهم ما كانوش كيتفارقوا. من بعد ما دازت واحد المدة واستقرت الأمور ديال الخدمة عند أمينة، غادي تفكر تشري دار، خصوصا كانت شافت بالصدفة واحد الدار قريبة بزاف للخدمة. فوق ما عجبتها غتهنيها من الترونسبور، عليها ما فكرتش بزاف، دغيا مشات خدات قرض وشرتها. وطبيعة الحال غتعطي نسخة من المفتاح لصاحبتها فردوس، وغتقول لها هاد الدار حسبها دارك، نتينا بحال اختي. حتى لهنا كلشي عادي والأمور جد مستقرة وروتينية في الشركة اللي فيها فردوس، حتى لواحد النهار غادي يلتحق بهم واحد الشاب جديد لفت الانتباه ديال فردوس. كما دخل من أول لحظة جاها إحساس في شكل وبغات تعرف عليه. خلاتو حتى جلس في المكتب ديالو ومشات جاب جوج كيسان القهوة ومشات عنده، عطاتو واحد وعرفاتو بنفسها. هو ما كانش كيهدر بزاف، باقي جديد وما كيعرف حتى شي واحد، عليها طلبت منه أي مساعدة يحتاجها يطلبها منها بدون تردد. وقالت له بلي هي قديمة في الشركة وعارفة فيها الشادة والفادة، وبقات كتمشي عنده في كل مرة وكتسقسيه واش محتاج شي مساعدة. هادشي خلاه يرتاح لها، ومع الوقت ولات بيناتهم صداقة قوية، وبداو كيخرجوا مع بعضهم من الخدمة، وعرفاتو حتى على صديقة ديالها أمينة. وفردوس باش تزيد تقرب منه كتر كانت في كل مرة كتعرض عليه يمشي معهم القهوة أو لا يمشيو يتغداو، وهو ما كانش كيقول لها لا. ومع الوقت غادي يصبح الشاب صديق مقرب من فردوس وأمينة، وإن كان فردوس ما كانتش كتنظر له كصديق فقط، ولكن كانت كتسنى النهار اللي غادي يجي فيه ويعترف لها بالحب ديالو. خصوصا كانت كتشوف بأن حياته خاوية ما فيها حتى شي وحدة، وفي الخدمة هي كانت الإنسانة الوحيدة المقربة منه. حتى لواحد النهار كانت جالسة في البيرو ديالها في الشركة، غادي يجي عندها عمر وغادي يطلب منها يخرجوا يتغداو مورا الخدمة، ولكن قال لها هاد المرة ما تقولش صاحبتك أمينة، حيت عندي واحد الموضوع بغيت نهضر معاك فيه. فردوس جاها الطلب ديالو غريب، لأن دايما ملي كانوا كيخرجوا كانت كتكون معهم أمينة، وما عمرهم جلسوا في شي بلاصة غير هي وياه. لكن مع ذلك شي حاجة لداخل ديالها فرحتها بهذا الطلب، وتمنت يكون حتى هو معجب بها، وقرر باش يبين لها الإعجاب ديالو ويطلب منها يرتبطوا. ودابا خصها شي مبرر تقولوا لأمينة باش ما تبقاش تسناها مورا الخدمة كيف ما ديما. اتصلت بها في التليفون وقالت لها أنا اليوم غادي نتعطل في الخدمة، بلا ما تبقى تسناني غير مشي بحالك. وجا الوقت اللي خرجوا فيه من الخدمة، مشاو غير لواحد المطعم قريب، تغداو، وبقى عمر كيحاول يجبد معها الموضوع وهي كتسنى بفارغ الصبر. واحد الساعة قالت له شنو هو الموضوع اللي بغيتي تهضر فيه؟ ساعة وحنا جالسين تغدينا شربنا القهوة وانتينا باقي ما قلتي والو. قال لها بصراحة وبلا ما نزيد نطول في الهضرة، أنا عجبتني صاحبتك أمينة، بنت ظريفة وزوينة باينة فيها بنت الناس، وأنا بغيتها للزواج وبغيتك تهضر لي معاها. الصدمة كانت كبيرة، فردوس كانت بحال اللي كبيتي عليها المطايب، ولكن مع ذلك حاولت ما تبينلوش. عملت راسها فرحانة وقالت له انتينا ولد الناس، وحتى أمينة الله عمرها دار، وانا نتمنى لكم غير الخير، ووعدته بلي غادي تهضر معاها. ولكن هي عمرها ما هضرت معاها في الموضوع، وهو في كل مرة كان كيسقسيها كانت كتقول له حقا نسيت، وبدات كتحاول تجنبه باش ما يجبدش معاها الموضوع.
هو ما كان فاهم والو، ما فهمش علاش تبدلت معاه لهاد الدرجة، ولكن قرر باش يمشي يهضر مع أمينة مباشرة. وغير خرج من الخدمة مشى حدا الدار ديالها وبقى كيتسناها حتى جات. هي ملي شافتو تفاجأت حيت أول مرة كيعملها، ولكن هو قال لها أنا عندي شي هضرة ضرورية بغيت نقولها لك، وانتينا عندك الحق تقبل أو لا ترفض، وفي جميع الأحوال القرار ديالك ما غادي يأثرش على العلاقة ديالنا وغادي نبقاو أصدقاء. قال لها من نهار شافها عجباتو، وكل مرة كان كيتلاقاها مع فردوس كانت كتعجبو كتر، حيت هي متخلقة ومؤدبة وبنت الناس، وباللي هو ناوي معها المعقول، وإذا هي موافقة غادي يجيب عائلته من البلاد ويجي يخطبها. أمينة كان عاجبها الحال وكانت فرحانة من الداخل، ومع ذلك قالت له اعطيني فرصة نفكر ونرد عليك. وأول حاجة عملتها من بعد ما مشى بحاله هي هزت التليفون واتصلت بصاحبتها فردوس وعاودت لها كل شيء، وقالت لها شحال هي فرحانة وما خدتش الرأي ديالها في الموضوع لأنها صافي كانت قررت توافق. وبطبيعة الحال فردوس خبات في قلبها وما قالت والو. المهم قالت كل شيء في أمان الله، وعمر وأمينة تزوجوا وولدوا 2 ولاد. وأمينة عمرها ما حست باللي فردوس مخبية في قلبها شي حاجة، حيت كانت نية وما فيها شي سوء الظن. ولكن في القلب ديال فردوس كانت واحد الغيرة وواحد الحقد كيكبر كل نهار، خصوصا ملي كانت كتشوفهم فرحانين وكتشوف شحال كيبغيو بعضياتهم. أمينة ملي تزوجات عاشوا هي وعمر في نفس الدار اللي كانت شرات، واتفقوا باش يتعاونوا على الأقساط ديالها، وإذا باقي عاقلين كانت عطات المفتاح ديال هاد الدار لفردوس، وعمرها ما طلبت منها تردها حتى من بعد الزواج. بالعكس شحال المرات كانت كتعيط لها باش تسبقها للدار تستقبل ولادها حين كينزلهم الترونسبور، وكتبقى معاهم حتى كتجي ماماهم من الخدمة، حيت رجعت كتعطل مرة خصوصا بعد ما زادوا لها المسؤوليات في الخدمة. وحتى عمر ما بقاش في نفس الخدمة اللي كان فيها مع فردوس، عليها في الخدمة ديالو الجديدة كان كيسافر بزاف، وولادهم اللي كان كيجيبهم ترونسبور من المدرسة كانوا ما كيلقاو حتى شي واحد في الدار، عليها فردوس كانت كتجلس معهم مرة. وواحد النهار غطيح عليها فكرة شيطانية، دخلت البيت النعاس وخلات مقبض ديال الشعر باش تشوفوا أمينة وتبدا تشك في راجلها، لأن ديك المشاعر ديال الغيرة والحسد تحولت الحقد وبدات كترجم في شكل تصرفات شريرة، وبدات كتحاول تفرقها على رجلها. المهم فردوس تسنات رد الفعل ديال أمينة حيت كتعاود لها كل شيء، ولكن أمينة ما قالت لها والو، الشيء اللي خلاها تعاود المحاولة. ولكن هاد المرة ما بغاتهاش تشك، بغاتها تأكد باللي عمر كيخونها. مشات شرات بارفان جديد ورشته في المخدة ومسحت فيها عكر، وخلات تاج الشعرات اللون ديالهم زهر باش هاد المرة تكون نهاية العلاقة ديالهم الزوجية. ومشات بحالها وبقات حاضية التليفون فوقاش غتصل أمينة. وديك الشيء اللي كان واحد شوية وهي تصوني عليها كتحمق بالبكي وكتقول لها عمر كيخوني، أنا مأكدة عمر كيخوني ومستحيل نبقى معاه، أنا بغيت نطلق دابا. فردوس بقات كتمثل عليها باللي متفاجئة وبقات كتهدن فيها، ومشات عندها للدار زعما باش تدعمها وتقابل لها الولاد. وهنا أمينة قالت لها غادي نطلب الطلاق، مستحيل نكمل معاه من بعد ما حصلت الخيانة ديالو. وباش تزيد فردوس حرضها قالت لها أنا ملي كان معايا في الخدمة كنت كنشوف التصرفات ديالو في شي شكل مع البنات، ولكن كان غير كيهضر، قلت غير خليه يهضر وما كنتش كنقولها لك باش ما توصلوش لهذا الشيء. بالحق توصل به المواصل يجيبهم لك حتى للدار، هادي ما تقبلها عليه حتى شي وحده. هي كانت عارفه امينه نفسها حاره وكرمتها فوق كل شيء وما غاديش يتراجع على الطلاق. وفعلا فردوس وصلت لداكشي اللي بغات، وعمر وامينه طلقوا. ولكن مع ذلك فردوس قلبها ما بردش، خصوصا ملي كانت كتشوف عمر باقي كيحاول يرجع لامينه وما كيضيع حتى شي فرصه باش يبين لها باللي هو عمره ما خانها، وبان شي حد هو اللي دخل بيناتهم باش يفرقهم. وباش تقطع خط الرجعه بيناتهم طاحت عليها فكره شيطانيه اكثر من الاولى. بقات واحد المده كتعاود لها على واحد المشروع داخله فيه مع واحد السيد، وكتبين لها شحال هي متحمسه لهذا المشروع وباللي الارباح ديالو غادي تكون ممتازه، وباللي هي عيات من الروتين ديال الخدمه في الشركه وما كرهتش تعمل شي حاجه ديالها. وامينه بحال اي صديقه وفيه كانت كتدعمها وكتشجعها وكتقول لها اذا احتجتيني في اي حاجه انا معك. وفردوس كانت كتسنى غير اللحظه المناسبه باش تطلب منها اللي ماشي اي وحده غتوافق عليه. وجا الوقت المناسب وغادي تطلب من امينه تعطيها الشيك ديال الشركه اللي خدامه فيها باش تعطيه لواحد السيد غادي يسلفها الفلوس، وقالت له بلي هو اشترط عليها باش الشيك يكون ديال الشركه باش يضمن فلوسه. وانا عارفه انتينا بحكم البوست ديالك الشركه عطيك دفتر ديال الشيكات،
وكان وعدك في ظرف شهرين غادي نكون رجعت له فلوسه وجبت لك الشيك. أمينة تخلعت من الفكرة لأن الشيك اللي عندها أمانة وديال الشركة ماشي ديالها، ولكن فردوس ما خلتهاش، قالت لها كاع ما تخاف، كنأكد لك شهرين ونكون رجعت لك الشيك. وحتى السيد راه ثقة وهو رجل أعمال كبير، غير انتينا عارفة في مجال ديال البيزنس كيكون بحال التعامل، ولكن الكلمة كتبقى هي الكلمة. المهم بقات عليها حتى قنعتها وعطاتها الشيك، وغادي تكون هذيك آخر مرة غادي تشوف فيها فردوس. واحد النهار كانت جالسة في الدار في أمان الله مع وليداتها كتراجع معاهم الدروس، وهي تسمع دق في الباب. في ديك الساعة قلبها تقبض، قالت شكاين يا ربي السلامة. ملي حلت الباب لقات جوج ديال الناس عرفوا على راسهم بلي هما البوليس، وقالوا لها خصك تمشي معنا. قالت لهم نمشي معكم؟ علاش غنمشي معكم؟ ياك لاباس شنو عملت؟ البوليس ملي شافوا معها الوليدات غيروا نبرة الصوت ديالهم وبداو كيهضروا معها بشويه. قالوا لها انتينا عندك شيك ديال الشركه امانه ومشيتي عمرتي فيه 500 مليون ودفعتيه. امينه ملي سمعت هاد الهضره الدنيا دارت بها وقالت مستحيل فردوس تعمل هاد الشيء، ولكن ما فيقها غير الصوت دواحل من ديك البوليس. قال انا غادي نتسناك تشوف شي حد يقص مع الوليدات وغتمشي معنا. وبطبيعه الحال اول واحد غتفكر تتصل به هو عمر اللي جا عندها كيجري وكان مصدوم من اللي وقع، ولكن مع ذلك ما كانش متفاجئ من اللي عملته فردوس، لانه كان حاسس باللي الحقيقه ديالها ماشي اللي كتبينها الامينه، وحتى الطلاق ديالهم كان شبه متاكد باللي عندها يد فيه. وحاليا امينه في حاله اعتقال كتنتظر العداله تقول الكلمه ديالها، وكتعترف باللي هي ارتكبت جوج ديال الاخطاء. الخطا الاول هو انها تاقت في الصديقه ديالها ثقه عمياء، والخطأ الثاني أنها خانت الأمانة وعطت الشيك ديال الشركة اللي كان في العهدة ديالها وكانت مسؤولة عليه. وانتوما كاين شي حد في حياتكم تقدروا تثقوا فيه لهاد الدرجة؟ شاركوني في التعليقات، وإذا عجبكم الفيديو عملوا لايك واشتراك باش يوصلكم الجديد. مع السلامة.